السلام عليكم، صباح الخير، مساء النور. صلى على النبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. سعيدة جدا أخواتي بلقياكم مجددا. إن شاء الله يلقاكم هذا الفيديو في أتم الصحة والعافية بإذن الله. طبعا وصفتنا اليوم غريبة البهلة، سهلة وسريعة في التحضير، ما شاء الله كتجي بنينة بزاف. طريقة سهلة مبسطة تنجح معكم من أول تجربة، مع جميع الأسرار باش كتعطيكم التشقق من الفوق. الطريقة ديال الطهي في الفرن كتكون بسيطة وتنجح معكم اكيد 100%. طبعا هاد الغريبه هادي باللوز والزنجلان كتجي بنينه واحد المذاق يا سلام. تبعوا الفيديو للاخير باش تستافدوا اكثر. الا كنتوا اول مره كتشوفوني انا زين باسكري على قناه وصفات لذيذه هابي فود. بصح فضلا وليس امرا، الا عجبكم الفيديو دعموه باللايك او اعجاب فيديو والاشتراك في القناه مع تفعيل زر الجرس، هكذا باش توصلوا بجميع الوصفات ان شاء الله. ما نطولش عليكم اخواتي، نخليكم مع طريقه التحضير، فرجه ممتعه. ونبداو بسم الله على بركه الله. بالنسبه لاول حاجه اخواتي، هنا عندي الزبده من الاصل الحيواني. من الاحسن الغريبه كتبغي الزبده من الاصل الحيواني، يعني النوعيه جيده. طبعا كتستعملوا الزبده ديال العبار كتكون من الاصل الحيواني. هنا ضفت 250 غرام من الزبده، 2 ساشي من الفانيلا حبيبات، 2 كؤوس من السكر الخشن اي السكر سنيده بمقاس كاس العنبه. فانا اخواتي من الاحسن الزبده تكون درجه حراره الغرفه، هكذا باش كتسهل عليكم انكم تخدموا الزبده والسكر جيدا. كما قلت لكم من الاحسن غريبه لازمها الزبده من الاصل حيواني. فهنا من الاحسن نخدم السكر والزبده جيدا حتى كندخلوا هذيك الزبده في السكر تماما. يعني الغريبه من الاول لازم تخدموها جيدا. انا اخواتي من بعد ما خدمنا الخليط جيدا كنضيف 2 كؤوس من الزيت. طبعا الكميه كتبقى على حساب نتوما اللي تحبوا. ممكن تضعفوا الكميه او تقللوا الكميه. الا قللتوا الكميه راه كتضيفوا نصف عجنه، انا هنا ضفت عجنه واحده كامله. فانتوما كتقللوا الكميه 125 غرام من الزبده مع كاس السكر مع كاس الزيت. فهنا اخواتي هذه عجنه كامله ما شاء الله، يعني كطلع واحد الكميه اللي رائعه، يعني 62 حبه. فانا ضفت 2 كؤوس من الزيت. كيف ما كنقول لكم من الاول الغريبه تخدم جيدا الزيت والسكر والزبده حتى كيذوب لينا هذاك السكر تماما. من بعد ما خدمت الخليط جيدا حتى كتذوب لينا السكر تماما، هنا كنضيف 2 كؤوس من السمسم او الزنجلان اللي كنكون محمراه في المقلاة حتى كيبقى لينا مقرمش هكذا باش كيعطينا ديك القرمشه رائعه في الغريبه. وكنضيف كذلك 2 كؤوس بنفس المقاس كاس العنبه من اللوز اللي تيكون بالقشر بتاعو، غسلته جيدا نشفته وحمرته في المقلاة حتى كيبقى لينا مقرمش، وهرمشته بالقشر بتاعو، عملوه بالقشر بتاعو هكذا باش كيعطينا واحد المذاق رائع في الغريبه. بالنسبه للوز لازم يكون هكا محمر في الفرن او في المقلاة. طبعا كيف ما تحبوا، انا حمرتهم غير في المقلاة، لا اللوز ولا الزنجلان. بالنسبه لهنا اخواتي كنخدم الخليط بتاعنا جيدا. وبالنسبه للسر اللي كيعطي رائع لهاد الغريبه هو كنعبروا كيلو ديال الدقيق، لان هاد العجنه هذه كتجينا فيها كيلو ديال الدقيق. كناخذ منه واحد الكاس عفوا ديال الدقيق بكاس العنبه، كنحمرو في المقلاة او في الفرن بحال كتستعملوا السلو. هذا هو اللي كيعطي هذاك المذاق ديال الغريبه الاصليه. فمن الاحسن تستعملوا هذه الطريقه هذه وجربوها، نخدموه جيدا في المكونات حتى كتبقاو تشموا هذيك الريحه كتطلع رائعه. كل ما كتخدموا كتحكوه مزيان كتحسوا بواحد الريحه كتطلع جميله بزاف. صافي انا من بعد ما كندخلو جيدا عاد كنكمل البقيه ديال الكيلو ديال الدقيق اللي متوفره عندي. يعني هاد المكونات كلها او السوائل كياخذ منكم كيلو ديال الدقيق الفورس متعدد الاستعمالات. صافي هنا كنضيف بشويه بشويه كندخلو غير بالخف. وضفت 2 ساشي ديال البيكين باودر اللي كانت في هذيك الزليفه الصغيره. كتضيفوا 2 ساشي كل وحده كتوزن 7 غرام 7 غرام 14 غرام. صافي وكندخل المكونات كلها مع بعضياتها بالتدريج، كنضيف الدقيق بشويه بشويه وانا كندخل في العجينه بتاعنا. ما كنعجنوهاش بزاف يعني ما كتعجنش، غير كنلموها. بالنسبه لهاد الغريبه هذه راه كتجيكم عفوا العجينه مفرطه، راه السر بتاعها هو التفرتيته هذه. هانتوما تشوفوا معايا اخواتي كيف ما كتشوفوا جمعتها جيدا. كتحسوا بها راه كتجمع لكم، ولكن راه ما شاء الله العجينه منين كتشدوها في الايد بتاعكم كتفرتت بهذا الشكل هذا. ولكن في نفس الوقت منين كتجمعوها وكتكوروها في الايد راها كتكور لكم بكل سهوله. كيف كتشوفوا معايا اخواتي، يعني عجينه ناجحه 100%، مقادير مضبوطه ان شاء الله. ومباشره اخواتي كندوز نشكلها. كيف ما كتشوفوا معايا العجينه كتجيكم فرته، ولكن في نفس الوقت كيفاش كنجمعها كنهزها في الايد
واحد الكميه هكذا تقريبا. اذا حبيتوا تستعملوه بالميزان كتستعملوه بوزن 30 غرام. استعملت عينوا ميزانكم، راه كيف ما كنستعملت انا. كتاخذوا واحد الكميه هكذا كتكوروها في الايد، كتبقاو تجيبوها من هاد الايد لهاد الايد حتى كتجمع لكم، وكتكوروها كتبسطوها غير حاجه خفيفه، كتحطوها في الصينيه مباشره. انا استعملت صينيه عاديه بدون هذيك الصينيه ديال الغريبه اللي تتكون طبعا مخصوصه ديال الغريبه، فانا نستعملوها في الصينيه عاديه ديال الفرن اللي متوفر عندكم. فكيف ما كتشوفوا معايا اخواتي كناخذ واحد الكميه كنكورها، كنقادها في الايد بتاعي جيدا، وكنحاول نضغط عليها ضغطه خفيفه فقط، كنخليها شويه طالعه. صافي هذا ما كان يعني اكيد الفيديو موضح وشارح نفسه بنفسه. فكيف ما كتشوفوا معايا كنتحكم فيها بالايد بتاعي، نجيبها في هاد الايد ولهاد الايد حتى كتكور لينا. كنكورها مزيان على الكف ديال الايد، كنضغط عليها حاجه خفيفه فقط وكنحطها في الصينيه. طبعا بالنسبه للصينيه راه تكون مفرشه ليها ورقه زبده، من الاحسن تكون مفرشه ليها ورقه زبده، وكنحط فيها الحلوه بتاعنا. من الاحسن تخليوهم متباعدين مع بعضياتهم لانها كتزيد كتفتح في الفرن كتكبر اكثر. فانا اخواتي نبقى غادا بنفس الطريقه حتى كنساليها كلها، وخليو يديكم هكذا خفيفه باش العجينه ما تنشفش لكم اكثر. صافي هنا اخواتي كيف ما كتشوفوا كنحطها في الصينيه وكنحاول نبعد ما بيناتهم هكذا لانها كتزيد كتفتح في الفرن. فكنتحصلوا عليها ما شاء الله بهذا الشكل هذا. حاولوا تضغطوا عليها غير شويه صافي لانها كتزيد كتفتح راسها بهذا الشكل هذا، حاجه خفيفه فقط. صافي هنا بالنسبه للطريقه ديال الطهي اللي مهمه جدا، كندير الفرن يسخن قبل ما كنكورها، كيسخن جيدا. من الاحسن الفرن كيكون سخون بزاف، ومن بعد كندخلها للفرن كنفتح عليها من الفوق فقط بد ما كيتشقق معنا العجينه او الحلوه كتشقق وكتعطي داك اللون الذهبي، ومن بعد كنفتح عليها من الفوق. يعني تاخذ معكم تقريبا واحد 12 دقيقه حتى 13 دقيقه من الفوق بد ما كتشقق. صافي كتشقق بوحدها، ما تفتحوش عليها الفرن. من بعد نفتح عليها من التحت، طيب لينا من التحت تعطينا هذاك اللون الذهبي كيبان لكم من الجوانب من التحت. صافي وكنقفل عليها كنخرجها مباشره. غير هنا واحد السر او الحاجه الاساسيه انكم اول ما تخرجوها ما تلمسوهاش، ولا حتى في الفرن تبغيو تقلبوها من التحت لانها كتفرتت ما تقدروش تحكموا فيها. فمن الاحسن تخليوها طيب وتبرد تماما، حتى كتبرد تماما جيدا، يعني تخرج من هذيك الحراره. تخليوها واحد الساعتين هكذا على سطح العمل حتى كتبرد باش ما تفرتتش معكم بتاتا. فهي من كتبرد كيف ما كتشوفوا معايا اخواتي كنتحصلوا عليها بهذا الشكل هذا. ما شاء الله راه ناجحه وكتمسك راسها من كتبرد. بنتها روعه روعه، صدقوني تبقى معتمده عندكم اكيد 100% مع جميع الاسرار عطيتها لكم. هي هذه تنجح معكم من اول تجربه، كتجي هشيشه ومذاقها يا سلام. انا ما عليا الا نقول لكم اخواتي جربوها وانتم تكتشفوا المذاق تاعها ان شاء الله. راه كتقطر بالبنه ما شاء الله ولا اروع، واكيد تنجح معكم من اول تجربه، بالاخص للمبتدئات هما كيبغيو يتعلموا فراه تنجح معكم. ما تخافوش منها، غير خدموها بالطريقه اللي عملتها معكم. نتمنى اخواتي هذا الفيديو لنا الرضا والاستمتاع تاعكم اكيد ان شاء الله. نخليكم في امان الله وحفظه الى فيديو قادم باذن الله. سلام.